45 ألف عملية تبديل بطارية في 24 ساعة؟ نعم حقا. في السادس من أكتوبر 2025 سجلت نيو رقما قياسيا جديدا. 145,000 battery swaps in one day? Yes, it happened. On October 6, 2025, NIO set a record. الفيديو اللي شفناه كان معمول بالكامل من الاي اي. الاخبار اتجمعت من الانترنت، السكريبت اتكتب من بشات جي بي تي، الفيديو اتعمل بفي 3 واتعمل له بوست تلقائي كمان على بلوتيتو على السوشيال ميديا، وهو اتوزع على عن طريق بلوتيتو حرفيا من غير ما تفتح برنامج واحد. ازيكم يا جماعه؟ عمرك شفت فيديوهات الاخبار اللي بتنتشر على السوشيال ميديا وتجيب مشاهدات بالملايين؟ النهارده هوريك ازاي تقدر تعمل نفس الفكره دي بس بطريقه اوتوماتيك بالكامل. هنخلي النظام يجيب الاخبار الفايرال من الانترنت، يحولها لفيديوهات جاهزه ويعمل لها بوست لوحدها على كل المنصات بتاعت السوشيال ميديا. انت مش هتعمل اي حاجه خالص. في الحلقه دي هنتكلم عن حاجه مختلفه شويه. هنستخدم ادوات اي اي قويه زي شات جي بي تي، جوجل في 3، نانو بنانا، بلوتيتو، زائد انت ان، علشان نعمل نظام كامل يشتغل لوحده. يعني بدل ما تقعد تضيع وقتك كل يوم تدور على اخبار ترندات وتكتب سكريبت وتمنتج الفيديو، النظام هو اللي هيعمل كل ده بالنيابه عنك. كل اللي عليك تختار التوبيك او المجال اللي عايزه تنزل فيه الاخبار، وهو يبدا يجيب المحتوى الفايرال بنفسه. الفكره دي بقت ترند دلوقتي لان كل الشركات والافراد عايزين يطلعوا محتوى بطريقه سريعه. الاخبار بتتغير كل دقيقه، ولو لحقت الترند اول ما يظهر بتقدر تاخد مشاهدات ضخمه في وقت قليل. النظام اللي هنبنيه مع بعض هيخليك اول واحد يوصل للترند من غير اي مجهود، من غير اي فريق، من غير مونتاج، ومن غير اي تعب. انا اسمي عبد الرحمن، شغال في مجال السوفت وير بقالي سنين. اشتغلت مع شركات مختلفه في كذا دوله، وبقالي اكتر من 4 سنين دلوقتي بشتغل على المشاريع الخاصه بتاعتي في مجال التكنولوجي. وعملت كوميونتي على سكول. انا اسمي عبد الرحمن، شغال في مجال السوفت وير بقالي سنين. اشتغلت مع شركات مختلفه في كذا دوله، وبقالي اكتر من 4 سنين دلوقتي بشتغل على المشاريع الخاصه بتاعتي في مجال التكنولوجي. ويوتيوب علشان اي حد يقدر يتعلم ويتواصل مع الناس مهتمه بنفس المجال. ومهمتي دلوقتي اني اعلم كل الناس في الوطن العربي ازاي يستفيدوا من التكنولوجي دي بشكل عملي ويكسبوا كمان منها، زي ما احنا شايفين هنا. ده وده اليوتيوب. وطبعا لو حبيت تاخد الورك فلو الجاهز اللي انا هبنيه النهارده وتعمله كوبي اند بيست عندك في الان ان، هتلاقيه موجود في الكوميونتي على سكول، مع كل الورك فلوز التانية اللي نزلناها في الحلقات اللي فاتت. زي هتدخل هنا كلاس روم، هنا جوه الكلاس روم في الاوتوميشن ميستري هتلاقي كل الحلقات اللي نزلت قبل كده، هتلاقي الريسورس بتاعتك تحت في الان ان ورك فلو. طيب يمكن نفسك ممكن تسأل نفسك سؤال، احنا ليه بنستخدم ال N10؟ ببساطة عشان ال N10 هو الترند دلوقتي جدا. هو مجال نو كود في مجال الأتمتة، وبيسمح لك تربط أي حاجة بأي حاجة من غير ما تكتب كود خالص. API يعني تقدر تجيب الأخبار من API أو RSS وتبعتها لشات جي بي تي يعمل عليها كتابة أو انهانسمنت، تحسين، أو تبعتها لجوجل جيميناي وهو هيتكفل بالنشر ويتكفل بكل حاجة. كل ده بيحصل في الخلفيه وانت قاعد بتشرب قهوتك، زي ما احنا باصين هنا. لو بصينا مقارنه بين انت ان وزابير وميك دوت كوم اللي هم المنافسين بتاع انت ان، هتلاقي انت ان هو المكتسح. عشان كده ده اللي احنا بنختاره. طيب خليك معايا علشان للنهايه، عشان هوريك ازاي نركب الورك فلو ده خطوه بخطوه من اول ما نجيب الخبر لحد ما نشوفه نازل على السوشيال ميديا. يلا بينا نبدا. عشان تشغل الانت ان او تبدا في الانت ان تقدر تدخل عن طريق الموقع نفسه netn.io، وتقدر تختار. لو دخلت على البرودكتس او على البرايسنج هيجيبك على الصفحه دي، تقدر تختار البلان اللي انت محتاجها. في عندك الستارتر بلان بتبدا من $20 في الشهر، ده لو هتاخد الانيوال يعني اشتراك سنوي فيحاسبك بالشهر ب $20. او لو عايز اشتراك الشهري ده هيوصل ب $24 معاك في الشهر. اما الا اذا لو انت عايز حاجه ارخص من كده، ممكن تدخل على hostanager.com. هسيب لك اللينك بتاعه او الرابط تحت في الديسكربشن. هيديك خصم 20% زياده زائد خصم 10% هقول لك عليه دلوقتي. وبتدخل على برايسنج او على اللينك على طول، وبتختار ال 12 شهر. ده لو اللي هو العادي. لكن لو انت عايز السيرفيس زي الكي في ام او اللي هو الانت ان في بي اس، بتدخل على في بي اس
بتختار 12 شهر او 24 شهر ايا كان انت عايز ايه. بعد كده بتدوس تشوز بلان، بتختار ده بيوديك على اللينك تاني اللي خلاص تقدر تدفع عليه على طول. احنا بنختار السيرفر بتاعنا كي في ام 2. زي ما قلت لك انت بتاخد خصم 20% لو دوست على اللينك اللي في الديسكربشن تحت، زائد ان انت كمان بتاخد خصم 10% لو دخلت الكوبون 30 اوف. 30 اوف ده هيديك خصم 10%. فكده على خطة ال 12 شهر اللي هي السنوية، الشهر هيقف عليك ب $7.64 مقارنة طبعا ب NetN.io الويب سايت الكلاود نفسه ب $24، او لو هنمشي على الخطة السنوية ب $20. فانت هنا هتكون موفر اكتر من 50% في الشهر بتاعك. طبعا بتدخل بتختار المكان بتختاره على بناء على المكان بتاعك انت او مكان العميل بتاعك. لو العملاء بتوعك في اوروبا وانت عايش في الشرق الاوسط، طبعا يستحسن ان انت تختار السيرفر بتاعك في اوروبا، وهكذا. وبعد كده بتختار ابلكيشن، بتختار ان انت تنزل NetN او NetN بلس 100 ورك فلو. ده بيديك 100 ورك فلو زياده لما بتيجي، هم كلهم نفس السعر لما تيجي تشترك عليه. فبيكون معاك زي 100 تمبلت بتختارهم. بعد ما خلاص ما بتدفع بيوديك على الصفحه بتاعه NetN نفسه، اللي هو بيقول لك اعمل ريجستريشن من جوه. بتاخد اليوزر نيم والباسورد، بتعمل ريجستر على NetN بيبعت لك ايميل على الايميل بتاعك بالرقم الاكتيفيشن بتاعك، بتاخده كوبي اند بيست وبتحطه. خلاص كده بيكون ال NetN بتاعك جاهز، بتقدر تبدا على طول على الورك فلو بتاعك. لو حبيت توصل للهوست نيجر بتاعك نفسه، هتلاقي هنا لو دخلت على الهوم هتلاقي الفي بي اس، بتدخل على مانج، بعد كده بتدوس مانج اب. اول ما تدوس مانج اب هنا عند ال NetN بلس 100 ورك فلو، هو بيوديك على طول على NetN. نيجي هنا بقى الشات جي بي تي او الاوبن اي اي عشان نعمل له كونكت عندنا على الاي اي على NetN. بندخل على الموقع اللي اسمه platform.openai.com، وبنعمل ريجستريشن. لو انت مش عامل اكونت اعمل اكونت عليه، الاكونت ببلاش. بعد كده بتدخل بتيجي هنا فوق على الشمال اللي هو الديفولت بروجكت، بتدخل بتدوس عليه. بعد كده بتدوس مانج بروجكتس. اول ما بتدوس عليه هنا بيجيب لك هنا كل البروجكتات اللي انت عاملها بالاي بي اي كيز. المهم بتيجي هنا عند الاي بي اي كي، اول حاجه بيطلب منك البيلنج. بتدخل عند البيلنج بتعمل اد للكريدت بتاعك، تحط الكريدت بس ما تكترش. يعني انا كنت حاطط تقريبا $4 تقريبا او $5، ده الكلام ده من سنه. هو الاستهلاك بتاع اوبن اي اي ما بيبقاش غالي قوي، بيبقى نوعا ما سعره تمام في المعقول. بعد كده بتعمل اد للكريدت بتاعك بعد ما تحط مثلا $2-3. بعد كده بتيجي عند الكي الاي بي اي كيز هنا، بتيجي تعمل كرييت نيو سيكريت كي، بتدوس هنا كرييت سيكريت كي. بعد كده مثلا بتعمل وات ايفر ان كان الاسم NetN، والبروجكت بتاعك بتعمله ديفولت بروجكت او ان كان البروجكت بتاعك. بعد كده بتدي له ايه البرميشنز بتاعتك، كان اول او ريستريكتد او ريد اونلي. بعد كده بتيجي هنا عند كرييت سيكريت كي، بتدوس كوبي. طبعا ده بتفضل محتفظ بيه لنفسك. بترجع هنا تاني عند اوبن اي اي سوري على NetN، بتيجي هنا بتقول create credentials. لو انت عملت هنا سيرش على open AI هيجيب لك open AI جاهز. continue ال API key control command V، بعد كده organization ID لو انت حابب تعمل ID ليها او حاجه، وده مش مهم. لو عملت save كده خلاص تمام، وعمل connection tested successfully. فانت كده بقى عندك open AI. عشان تعمل ريجستر او عشان تقدر تستخدم الجوجل شيتس والجوجل درايف وكل الادوات بتاعت جوجل نفسها، بنروح على الموقع بتاع جوجل جي سي بي او جوجل كونسول، جوجل كونسول كلاود. بتدخل هناك، بتدخل على الكونسول بتاعك، بتعمل ساين اب او ساين ان وات ايفر اللي انت في السيتويشن اللي انت فيها. بتيجي هنا فوق على الشمال جنب جوجل كلاود او على اليمين لو انت عامله بالعربي، بتعمل نيو بروجكت او بتدوس على نيو بروجكت. بتدخل اسم البروجكت اللي انت عايزه ايا كان، ممكن تكون NetN/host. بعد كده بتعمله نو اورجانيزيشن، بعد كده بتعمل كرييت. بعد كده بتروح بتختار برده من فوق بعد ما يكون اتعمل له سيف، بتدخل تختاره. وبعد كده بتيجي عند بحيث انت تكون جواه، تيجي على الشمال هنا على الثلاث شرط بتدوس عليهم. بعد كده اي بي اي اند سيرفيسز عشان تيجي تعمل انيبل للسيرفيس بتاعتك اللي احنا محتاجينها زي الجوجل شيتس وكل الحاجات اللي احنا عايزينها. بنيجي هنا بعد كده بنعمل على الانيبل اي بي ايز اند سيرفيسز، بنيجي نعمل سيرش على شيتس مثلا او جوجل شيتس، بنختاره بيفتح معانا هنا. بعد كده بتدوس على كلمة enable. أول ما بتدوس على كلمة enable ده كده معناها إن أنت شغلته.
بتفتح كل المواقع اللي عندك مش جوجل شيتس بس. بعد ما بتختار الجوجل شيتس، بعد ما انت خلاص عملت له انيبل وعملت لي الجوجل درايف بتاعك برضو انيبل، برضو بتروح ايا كان الحاجات اللي انت عايزها، مثلا يوتيوب داتا اي بي اي، دي الحاجات كلها اللي انت طبعا بتستخدمها من جوجل يعني عشان تاخدها عندك على الاكونت، بتعمل لها انيبل وبس. خلاص كده وانس ان هو خلاص اتعمل له انيبل، ده معنى ان هو شغال. بنرجع تاني نروح للثلاث شرط اللي على الشمال، او ندخل هنا عند الكريدنشلز. بتبتدي تعمل كريدنشال ليك. اول ما بتعمل كريدنشال ليك بتعمل off screen I have to create credential. بتعمل اول حاجه اسمها الكلاينت اي دي، علشان هو ده الداتا اللي انت هتاخدها منه. client ID is used to identify. اوكي ماشي تمام. configure must configure this first. ماشي، هو بيقول لك تعمل ده الاول. get started. بتعمل اسم الابلكيشن NetN، الايميل سبورت، بتختار الايميل بتاعك، بتدوس next. بعد كده بتعمل external، الاودينس بتاعك بيكون external. next. الايميل بتاعك برضو نفس الكلام. بعد كده next. تمام. وبعد كده I agree continue. بعد كده بتعمل create، بتعمل البراندنج الاول، وبعد كده بتختار الاودينس بتاعك او بتختار الكلاينت. الاودينس لازم تعمل publish للاب عشان ده يشتغل، البرودكشن بتاعك يشتغل. وبعد كده بتروح على الكلاينت، بتعمل create client، بتعمل application web application اسم الكلاينت NetN host. وبعد كده بيقول لك authorized او redirect URLs. لو انت فتحت هنا ال NetN وجربت تعمل هنا credential ودخلت على جوجل شيتس، تمام، هو هنا بيديك ال redirect URL. انت بتعمل له copy، بترجع تاني بتعمل add URL authorized redirect URL paste. بعد كده تعمل create. انت كده عملت ال NetN host. بيديك بقى الكلاينت اي دي وبيديك الكلاينت سيكريت، ده بتاخد ده كوبي. كلاينت اي دي بتاخده بتحطه هنا كده، وبعد كده الكلاينت سيكريت بتاخده كوبي نفس الكلام. وبعد كده بتعمل ساين ان وذ جوجل، هو بيعمل لك ريدايركت على بيج تانية. بتختار الايميل بتاعك، بتعمل ادفانس او هوستنجر، بتعمل سيلكت اول، بعد كده بتدوس كونتينيو، وكده بترجع تاني كده خلاص اوتوماتيك از كونكتد. فانت كده عملت كونكت للجوجل شيتس، للجوجل درايف، وكمان لليوتيوب بتاعك. فانت على حسب الحاجات، على حسب الابلكيشنز اللي انت محتاج تعمل عليها ايا كان، بتروح هنا على enable APIs and services. انت كده خلاص بقى كله شغال عندك. لو انت عايز مثلا اي حاجه، مثلا مابس، انت عايز مثلا اي بي اي بتاع مابس والسيرفيسز بتاعتها، بتدخل برضو هنا بتعمل سيرش عليها، وكل ما في الموضوع اللي انت هتعمله بس هتعمل enable وبس. ده اللي كل اللي انت محتاجه عشان جوجل، بس كده. وانت كده بقى عندك الكريدنشالز بتاعتك شغاله. زي ما احنا هنا شايفين ده الورك فلو بتاعنا. احنا شرحنا الجزء بتاع الايمج ده. الورك فلو بتاعنا مقسوم على نصين. نص ان انت بتعمل ثلاث اجزاء. نص ان انت جزء ان انت بتجيب الخبر، وجزء تاني ان انت بتعمل جنريت للصوره نفسها علشان الصوره تطلع لك في خبر هنا. يعني مثلا دي الصوره اللي عايزين ننشرها على الانستجرام، عشان الانستجرام مش بياخد كلام، بياخد صور يا اما بياخد فيديوهات. لو عايزين نعمل فيديو الكلام نفسه نحطه جوه صوره زي دي، ده شرحناه برضو في الفيديو اللي فات. لكن الجديد معانا في الفيديو ده بتاع الفيديو جنريشن، ان انت تكريت الحاجات دي كلها تعملها الفيديو اكنك انت بنفسك بتتكلم، او اي افاتار انت عايزه بيتكلم. طيب اول خطوه عندنا هنا بنعمل سكادول تريجر. سكادول تريجر ده زي ما احنا شرحناه قبل كده، ده النود اللي بتخليك تبدا في الوقت اللي انت عايزه. يعني انت عايز مثلا الورك فلو ده يتعمل له رن او يشتغل كل ساعه، بتظبطه ان هو كل ساعه. لو عايزه كل يوم بتظبطه ان هو كل يوم، وهكذا. طبعا بتراعي طبعا الورك فلو التايم زون بتاعك. لو انت عامل السيرفر بتاعك بتاع ال NetN عامله في اوروبا، راعي ان انت التوقيت بتاعك هيكون بتوقيت اوروبا. فلو انت عايز تنشر في الوطن العربي بتوقيت مختلف،
فراعي فرق التوقيت، وهكذا في اي مكان تاني. طيب اول حاجه احنا عندنا هنا اللي هو الاوبن اي اي موديل، زي ما شفنا ازاي عملنا سيت اب والاوبن اي اي وجوجل. الاوبن اي اي موديل لو انت عملت سيرش هنا على بلس على اوبن اي اي، هتلاقي ان هنا في الاوبن اي اي هتلاقي في عندك كذا اختيار. لو عملت المسج موديل ده اللي احنا مستخدمينه، بنفتح هنا المسج موديل، بنختار الريسورس بتاعنا التكست. الاوبريشن مسج موديل، الموديل بتاعنا السيرش بريفيو، ده اللي عشان يعرف يعمل لنا سيرش بالحاجات الاول باول، او اللي بيسموه الاكتيف سيرش او الاونلاين سيرش انستنس. بعد كده بنبعت له البرومبت بتاعنا، بنقول له احنا عايزين التوب 10 ترندنج نيوز في الاندستري بتاعت التكنولوجي في اخر 24 ساعه. وبعد كده بنعمل رن للكلام ده كله، بنعمل اكسكيوت ستيب. زي ما انتم شايفين النود هنا عندنا في حاجه اسمها انبوت، في حاجه اسمها اوتبوت، وده المين او ده المين بروسيس بتاعت النود نفسها. ده الانبوت اللي هو بيجي لنا، ده الاوتبوت اللي هو يخرج لنا من البروسيس دي. فاحنا هنا في البروسيس بتاعتنا في اليوزر برومبت بتاعنا اللي احنا عملناه له، هنا اكنك بالظبط بتعمل سيرش على شات جي بي تي العادي، بتكتب له الريسيرش، انا عايز الريسيرش بتاعك على اخر 10 اخبار. بعد كده هنا بيرجع لك الكونتنت بتاعك، بيقول لك هنا ادي اخر 10 اخبار اتعملت في ال 24 ساعه اللي فاتت. اوبن اي اي سكيورز ميجر بارتنرشيب وذ اي ام دي، بيقول لك ان شركه اوبن اي اي عملت شراكه مع شركه اي ام دي وهكذا. وبيرجع لك كل الداتا اللي انت عايزها. طبعا انت عندك هنا الداتا بالسورس بتاعها، ده من انهي ويب سايت. لو انت عندك سبيسيفيك ويب سايت تقدر تقول له برضه في البرومبت انت عايز انهي ويب سايت بالاخص. بعد كده نخش على تاني اي اي ايجنت، ده اللي هو عايزين نخليك ترتب الحاجات دي، او تطلع لي من العشر اخبار دول عايزك تطلع لي خبر واحد بس. يعني من العشر اخبار الفيروس دول عايز تطلع لي اهم خبر فيهم، عشان محتاج ممكن خبر واحد. طبعا الموضوع ايه متساب ليك، لو انت عايز اكتر من خبر تقدر تقول له عايز 2 3 لحد 10 100 اللي انت عايزه. وبعد كده بقول له طلع لي من الحاجات دي كلها عايز احسن واحد، اللي هو فيه اللي هو الموست لايكلي، ده اللي هو اللي هيبقى الترند دلوقتي. وكده عايزك تعمل لي ريسيرش اكتر على النيو ستوريز بتاعته يسلكتد، يعني من الخبر ده عايزك تعمل لي بقى بحث مكثف عليه. وبعد كده خلاص طلع لي الاوتبوت ده، بيطلعه لي على شكل اكن واحد بيتكلم زي نورمال بيرسون يعني، بس بيطلع لك في الاول الاوتبوت. بعد كده بنروح على الاي رايتر. الاي اي رايتر هو برضه نفس الكلام، اوبن اي اي، بس بنخليه هنا ساعتها يكتب يعيد صياغه الكلام ده كله بطريقه بحيث تبان ان انا اللي كاتبه. برضه هنا نفس الكلام، بقول له برضه اعمل لي انالايز، حلل لي البيانات الاخيره اللي انت خدتها من الانبوت اللي فات. بعد كده اعمل لي اكتب لي 2 سوشيال ميديا بوست. بعد كده انا بقول له بقى انا عايز بقى المواصفات بتاعته، عايزك من 100 ل 220 كلمه، الريدنج ليفل يكون سيمبل، التون عايزك تكون فريندلي، وهكذا. وبديله هنا الانستراكشنز بتاعتي. بعد كده في الاخر خالص بقول له انا عايزك تطلع لي ده شكل الاوتبوت بتاعي. شكل الاوتبوت بتاعي قلت له عايزك تطلع لي بوست بالانجلش، برضو البوست بالعربي، وعايزك تكتبه لي بالطريقه المصريه. وبعد كده قلت له اكس، ده اللي هو لتويتر، عايز تويتايه بالانجلش وتويتايه بالعربي، كل واحده فيهم ما تزيدش عن 280 حرف، ده الليميت بتاعه. وقلت له بعد كده عايز اكس ايمج عشان تطلع لي حاجه شورتر شويه، اصغر شويه، تكون مثلا 150 حرف. ليه؟ علشان في الصوره اللي احنا شفناها هنا عايزه يكتب لي الكلام ده كله جوه هنا في النص، بحيث يبان لما اجي انزل على السوشيال ميديا ان دي بحاجه اكن انا واخدها سكرين شوت من اكس عشان اعمل لها بوست. طيب وبعد كده بعد ما خلاص بعمل رن للكلام ده كله، قلت له طبعا برضو عايز هاشتاجز وعايزك ديسكشنز، برضو تطلع لي 3 اسئله عن الكلام ده كله، بحيث افتح مجال مناقشه مثلا الناس في الكومنتات او حاجه ان هم يتناقشوا في الموضوع ده. طيب بعد كده خلاص ده قلت له طبعا الرول بتاعك هنا هيكون سيستم عشان يكون انتنسيف اكتر. وبعد كده عملت اكسكيوت للستيب. بعد كده باخد الداتا دي كلها، قدامي 3 طرق ابعتها. يا اما ابعتها دايركت لو هو تكست بس، فانا مش محتاج صور او مش محتاج فيديوهات، اقدر ابعتها على طول على فيسبوك، لينكد ان، او اكس تويتر. دول الثلاث طرق الدايركت اللي اقدر ابعتهم من عن طريقها. لكن لو مثلا تيك توك والانستجرام، تيك توك بيبقى محتاج مثلا فيديوهات اكتر، انستجرام اقدر انزل صور وفيديوهات اكتر، وبرضه فيسبوك ولينكد ان والباقي. فلو دخلنا هنا على الكول ايمج جنريشن، ده انا عامله سب فلو، ده شرحته في الفيديو اللي فات، الايمج بالتفصيل، بس همشي عليها سريعا. انا هنا بدخل الايمج ورك فلو، انا بعمل جنريت للايمج عن طريق او اديت عن طريق نانو بانانا. برضو
شرحنا في الفيديو اللي فات ان احنا بنستخدم حاجه اسمها kai.ai، ده علشان يولد لك الصور والفيديوهات اللي انت عايزه. بنروح على الايمج هنا، بنقول له خد الصوره اللي انا بعتها لك دي، الصوره اللي انا اديتها لك اللي هي دي، بقول له خد الصوره دي وخد الكلام اللي انت شفته ده حطهم لي جوه بعض. بس بعد كده بقول له write this tweet inside the inner box اللي هو في اللي احنا شايفينه، make sure ان كل الكلمات يكون جوه البوكس، محدش فيش اي كلمه تطلع بره، واديت له اليو ار ال بتاع الصوره والاوتبوت بتاعي عايزه بي ان جي والحاجات دي كلها. قلت له الموديل اللي انت هتستخدمه نانو بنانا اديت. بس بعد كده بعمل رن للكلام ده كله، بعمل ويت ممكن 30 ثانيه او اكتر، بعد كده بعمل جيت ايمج، بجيب الصوره اللي انا عايزها. بعد ما اجيب الصوره اللي انا عايزها بترجع لي هنا تاني من عن طريق خلاص بعد ما خدته هنا بعمل لها ابلود على بلوتيتو. لو عملت سيرش هنا على بلوتيتو هتلاقي هنا عندك 2 اكشنز، في الابلود ميديا عشان تعمل ابلود على الصوره على بلوتيتو ومن عن طريقه بعد كده تبعته على كل السوشيال ميديا اللي انت عايزه، او تعمل كريت بوست دايركت طبعا ده لو انت حابب. بعد كده بلوتيتو بديله اليو ار ال بتاع الصوره الجديده اللي هي الصوره بالخبر، بعد كده باخده ببعته بقى على الانستجرام او على لينكد ان او فيسبوك او حتى تويتر لو انا حابب كمان. بس طبعا تويتر اكيد لا، يعني عشان هي الصوره نفسها اصلا بتقول انت منزل التويتر دي على تويتر نفسه، فمش منطقي ان انت تنزل صوره كانك عامل سكرين شوت جوه تويتر يعني. بس بعد كده بندخل على الخطوه اللي بعدها دي بتاعت الفيديو بتاعت النهارده، ان انت بتعمل جينيريشن للفيديو نفسه. الجينيريشن الفيديو نفسه انا ببعت له الداتا اللي انا خدتها دي كلها من السكريبت والحاجات دي كلها، كل الداتا بتاعتي ببعتها له زي ببعت له الفيديو برومبت اللي انا عملته بتاع النهارده. ببتدي اشرح له الفيديو برومبت بتاعي، انا عايزك تعملي فيديو بنفس الصوره اللي انا حاططها لك دي اللي انتوا شفتوها، دي صوره انا مصورها عملتها على نانو بنانا، عملها لي حولها لي الافاتار، خدتها حطيتها على جوجل درايف، خدت اللينك بتاعها عشان دي اعمل لها اتاتشمنت بحيث هو ياخد الفيديو ده او الصوره دي نفسها يحركها لي بالكلام اللي انا بقوله سواء باللغه العربيه او بالانجليزيه او باي لغه انت حاببها. طبعا بقعد اقول له مثلا الانيميشن يكون سينكرونايزد، ان الليب موفمنت تراعي ان حركه الكلام تكون ماشيه مع حركه الشفايف، حركه الايد، اعمل اكسبريشنز زي ما انت شفت في اول الفيديو ان انت المفروض تكون اتفاجئت او اتخضيت او اتبسطت او زعلت. فطبعا الكلام ده كله بشرحه عشان تعمله. وبعد كده بديله النيوز، ده هنا النيوز بالانجلش، تقدر تقول له بالعربي لو انت عايز تطلع اكتر من فيديو اتس اب تو يو. لو جينا رحنا للسب ورك فلو بتاع الفيديو هنلاقي ان احنا برضو هنا بنستخدم كاي زي ما احنا شفنا. كاي ده تقدر تقول الاب ستور بتاع اللارج لانجوج موديل، اي لارج لانجوج موديل انت عايزها هتلاقيها موجوده عنده، وده ارخص واحد تقدر تتعامل بيه ان هو بيعمل لك الفيديو الواحد حوالي 30 سنت تقريبا. الجوجل في 3 فاست، الفي 3 العادي بياخد تقريبا 2 3 دولار، لكن الفاست بياخد حوالي بتاع 30 سنت او 40 سنت في الفيديو اللي هو 8 ثواني. برضو بتعرف ان هنا موجود ده الفي 3 عندك فاست او الكواليتي، الفاست كوست افشنسي فاريانت، وبيديك برضو ريزلت كويسه. بتبعت له طبعا اسم الموديل بتاعنا اللي هو بيكون في 3 فاست، الووتر مارك لو انت عندك ووتر مارك على براند معين لو انت بتتكلم فيه، الاسبكت ريشيو الفيديو اللي انت عايزه 16 باي 9 ده اللي هو اليوتيوب مثلا، لو 9 باي 16 ده يبقى اللي هو التيك توك. وبعد كده بتقول له انت عايز كام سيدز، وبعد كده بتقول له عايز انيبل فول باك او ترانسليشن ولا الكلام ده كله احنا باعتينه هنا، باعتين البرومبت بتاعنا ده اللي احنا واخدينه الفيديو برومبت. وبعد كده الموديل اللي انا هختاره فيو فاست والاسبكت ريشيو 9 تو 16، الايمج يو ار ال دي الصوره اللي انا شفتوها في اول الفيديو. بعد كده بعمل اكسكيوت ستيب، بيعمل الويت، بعد كده بياخد الصوره خلاص تمام، بياخد الفيديو من عن طريق التاسك اي دي بالدراج ودروب. وبعد كده في الاخر خالص بدخل على اف ستيتمنت بقول له لو انت جالك الفيديو خلاص اعمله لي طلعه لي بره، لو ما جالكش عيد الويت من تاني بحيث تستنى ممكن 5 دقايق تاني او 3 دقايق وات ايفر ايا كان انت عايز ايه. بعد كده بنرجع تاني على الانت ان بتاعنا، خلاص خدنا الكلام ده كله، خدنا الفيديو، بنروح على الابلود فيديو، بنبعت له اللينك بتاع الداتا اللي احنا لسه واخدينها، وبعد كده بنشر الكلام ده كله على الفيسبوك والانستجرام زي ما احنا كنا شفنا. انت برضو هنا بتختار الانستجرام، بتعمل هنا بلوتيتو في الكريت بوست، بعد كده بتختار هنا عندك البلاتفورم، عندك كذا حاجه، فيسبوك بلاك سكاي بلو سكاي
انستجرام، لينكد ان، بنترست، ثريدز، تيك توك، تويتر ويوتيوب. انا اخترت هنا الانستجرام، بعد كده اخترت الاكونت بتاعي، وبعد كده قلت له التكست بتاعتك عايزك تعمل لي اللي هو ده، اللي هو اكن التويتر، التويتايه اللي بالعربي في الديسكربشن تحت، وتحط لي هاشتاجز، وقلت له عايزك تحط لي ميديا ار ال ده اللي هو الصوره اللي احنا لسه عاملينها جنريت، او ايا كان الفيديو اللي احنا لسه عاملينه جنريت. وبعد كده بعد ما تخلص خالص بعد كده تعمل اكسكيوت ستيب وخلاص، وهكذا. وذاتس ات. ده اللي انت كده تكون عملت الشير بتاعك على السوشيال ميديا، حولت الصوره من صوره لفيديو. ده كان الفيديو بتاع النهارده. لو عجبك ما تنساش تعمل سبسكرايب وتعمل لايك وتشترك في القناه، وتعمل لنا فولو على السوشيال ميديا عشان توصل لك كل ما هو جديد. اشوفكم على خير، سلام. حولت الصوره من صوره لفيديو. ده كان الفيديو بتاع النهارده. لو عجبك ما تنساش تعمل سبسكرايب وتعمل لايك وتشترك في القناه، وتعمل لنا فولو على السوشيال ميديا عشان توصل لك كل